أولا، على عكس ما تتداوله بعض الصحافة الإسبانية ولا العالمية من أخبار أقل ما يمكن أن نصفها بأنها رديئة، على أن المغرب يحاول ويفعل إلى غير ذلك، أنا أتحدى أي لاعب مغربي أن المغرب مارس عليه ضغوطات أو مارس عليه مساومات بشكل أو بآخر. أنا أعكس الآية وقلتها سابقا، أن اللاعب هو الذي يتشرف بحمل القميص الوطني المغربي. أولا، رياضيا الفريق الوطني المغربي لعب نصف النهاية، اسبانيا غادرت وعلى يد الفريق الوطني المغربي من دور الثمانية. ثانيا، هذا الفريق الوطني المغربي اليوم له مشروع يشتغل في ظروف أعتقد أنها إن لم تكن أحسن من ظروف المنتخبات الأوروبية، على الأقل هي في نفس المستوى. وأنا شخصيا زرت المقرات لدى إسبانيا ولا البرتغال ولا دول عديدة جدا، وأعرف ظروف اشتغال الفريق الوطني. وثالثا، الفريق الوطني اليوم اللاعبين الذين يلعبون في الفريق الوطني يعني لا يقلون أهمية عن أي لاعب آخر. فحكيمي يلعب في باريس سان جيرمان، مزراوي تيلعب في بايرن ميونيك، حارث والاخر في مارسيليا الى غير ذلك من الاسماء. بالتالي احنا الخطاب تاعنا واضح. المغاربه، انا نعيد عليك السؤال واطرحه على تلك الصحافه التي تتناول الاخبار الرديئه. واش في تاريخ المنتخب الاسباني كان هناك لاعب اسمه ابراهيم؟ واش كاين؟ أنا أعرف منتخب إسبانيا منذ نشأته، كاين شي لاعب سميتو إبراهيم؟ أنا على علمي لا. لا، مازال جيد. هذا لاعب، هذا مغربي كيلعب في أوروبا، عنده الجنسية المغربية والجنسية. أنا أؤكد لك بأن عندنا لاعبين اللي عندهم 3 أو 4 جنسيات. ريشاردسون اللي كيلعب الآن في الفريق الوطني، أبو أمريكا، عنده الجنسية الأمريكية والأم مغربية وهو عاش في فرنسا وازداد هناك، عنده 4 جنسيات. تنقولوا اللاعبين للمغاربة والذين هم مغاربة أينما وجدوا. الباب الفريق الوطني فيها عامل واحد يتحكم، هو أن تكون أولا مقتنعا بالدفاع عن الألوان الوطنية 120%، ماشي 100%، 120%. وثانيا أن يكون لك المستوى الذي يجعل المدرب اللي سميته وليد الركراكي انه يختارك ضمن القائمه. ما عدا هذين المعيارين لا مكان لا لفلان ولا لفرتلان.